ابو دم خفيف ابو دم خفيف. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم والله أكرم، ويا رب دايما مصر تبقى بخير وأمان وسلام. البرنامج ده عبارة عن دفتر أحوال الشارع المصري في الشهور الأخيرة. عديت على المصريين في كل مكان واتكلمنا عن أحوال بلدنا، عن مصر اللي كانوا عايزينها محبوسة، بس بفضل الله هتفضل محبوسة. تعالوا معايا نشوف المصريين قالوا إيه، ونشوف خفة دمهم. ولا اقول لكم والله ما حد قايم من مطرحه، انا اجي لكم لغايه عندكم، انا جاي. انت مبسوط باللي بيحصل في البلد؟ لا. طب انت مش مستريح والله، نفسيتي مش مستريحه. نفسيتك مش مستريحه؟ ما عادش بتضحك زي زمان. لا مفيش نفس. ما عادش في نفس؟ حتى اللقمه اللي كنت مفيش نفس ليها خالص. ما عادش بتضحك؟ لا مفيش اي حاجه بتضحكك؟ لو ضحكه هتبقى من ورا الوجه كده، مفيش نفس. من ورا الوجه. من ورا الوجه بيحصل ده وعايز تضحك من ورا الوجه؟ ضحكه من ورا الوجه؟ والله من ورا، مفيش ضحك. يا نهار احوس، اول مره اشوف الضحكه تبقى من ورا الوجه. لا الله، اللي بيحصل ده وعايز تضحك. الامان ده بالنسبه لك اهم ولا حاجه يعني؟ اهم حاجه الامان. والامان انا مش عارف انام دلوقتي. وانت نايم بتسحب ايه شرط ليه؟ وانا نايم بحلم ان حد بيخبط لي على الباب. بيخبط على الباب؟ بيتهيألي كده حد بيخبط لي على الباب. بتقوم تفتح له في الحلم ولا لا؟ يا سعاده الباشا، انت واحد بيخبط عليك في الحلم، هو كانه حرامي. بتقوم تفتح له ولا لا في الحلم؟ الوسواس شاغل دماغي انا دلوقتي في الوقت الحل اللي انا فيه. ما هو انت طول ما هو قاعد يخبط على وما بتفتحلوش هم عايزينه يخبط عليك. اذا كان الشرطه في الاسم مش متحركه حته. يعني الراجل اللي انت بتصحى بتخبط عليك في الحلم ده بتفتح له؟ بفتح له. طب ما تقول لي كده من الصبح. بفتح له. ولا في الحلم. في الحلم؟ مفيش شرطه يا باشا، مفيش شرطه. الشرطه دخلت جت في الحلم ولا مين؟ ولا شرطه ولا حاجه في الشارع دلوقتي. في الشارع ولا في الحلم؟ ايوه لا انا بكلمك صح، في الشارع. في الشارع. في الشارع عشان انا بقول لك شرطه في الشارع. لا في حمايه شرطه ولا اي حاجه، ولا فيش واحد بيطلع من الاسم خالص. مفيش رقابه على الاسعار، كل واحد بيعمل تسعيره بمزاجه. طب انا حاسه ان مفيش رئيس جمهوريه في البلد. طب ايه؟ بقينا اسوء. احنا قلنا هنتحسن للاحسن، لا بالعكس ده احنا بقينا البنات بنخاف على البنات. احنا عايزين الجيش يمسكنا. الجيش ايه؟ يمسكنا. يمسك انا حته؟ يمسك كل مصر. يمسك حته مين؟ اي حته تعجبه. ايه الحته مين؟ اي حته. انت عاوز ايه؟ انا عاوز الحال يتصلح بتاع البلد. الحال يتصلح؟ امال متقلط علينا ليه كده؟ لا مش متقلط ولا حاجه، قرفان. لا انت متقلط اهو، عامل لي سنب جامده. بقول لحضرتك ايه؟ انت فاكر السنه بتاعتك؟ اسمع بس، انا من ضباط الجيش من رجال حرب اكتوبر. انت من ضباط الجيش؟ من رجال حرب اكتوبر. الله اكبر عليك. انا حزين على مصر. الله اكبر. لان عمري كله راح، وسينا بلد اللي ماتت فيها الشهداء ضربت العساكر وهي بتفطر ولا حاجه. ده سبحان الله. اسيبك من الكلام بقى الهيصه. نتكلم صح. ايه رايك؟ في ايه؟ في ايه؟ يا راجل في ايه طيب؟ في ايه طيب؟ والاستقرار ايه رايك بجد في حلو زي الفل، ربنا يسهل للجميع. يعني انت يعني ما عندكش اي معاناه ولا اي مشاكل؟ لا هي المعاناه موجوده بالنسبه للشباب والبطاله. وايه يعني والامن والاستقرار بتاع البلد، ومفيش جديد حصل في البلد. طب انت مع النهضه ولا مش مع النهضه بصراحه؟ لا هو المفروض كلنا نبقى مع النهضه. طب افرض انت النهضه دي انت هتبقى معاها؟ النهضه ايه؟ هتبقى رؤوس المول؟ لا اجمع شويه. النهضه النهضه دي هل انت مع النهضه ولا مع تركيبه الاختلاف؟ لا هو المفروض كلنا نبقى مع النهضه عشان ننهض بالبلد. مع استرجاعها مع الناس في بالنسبه بقى للسياسه وكده، صح؟ صح. ايه؟ النهضه. مرسي مش بيسحرك على قدها؟ سلاحش. مين ورا منه هم اللي ايه سلاحش دي؟ مين اللي سلاحش؟ لا ما يسلاحش. ما معهوش سلاح هو عشان ما يسلاحش. لا لا عايزين واحد زي حسني والداخليه بتاعت زمان. مين اللي سلاح؟ ما يسلاحش. ما معهوش سلاح؟ ما يسلاحش. الداخليه بتاعت زمان. انا بخاف انزل ابني بالليل لان قاعد بتثبته في الشارع. بتثبته في الشارع؟ فين الامن؟ طب انت بتحس من اول حاجه قد ايه؟ لا انا عاوز احس بالامان بتاع زمان. وانت بنخسر اول حاجه ليه؟ بصراحه ولا لا؟ على ايه؟ على بيوتهم ولا حاجه ليه؟ مش فاهم بتقول ايه؟ انت الاول هتروح ولا تروح على اجلي ولا هتيجي الاول؟ لا طبعا هقعد في مصر. هتقعد في مصر؟ طب ليه اثر عليها؟ عايش فيها واموت فيها برضه. هترمي ايه ورثه عليه؟ يعتبر حته من جسمي. ايه؟ مصر دي حته من جسمي. الرئيس اللي احنا توسمنا فيه خير واخترناه، احنا كلنا كنا بنحب شفيق وعايزين الجيش، لان الجيش بيمسك البلد من قبضه من حديد، واحنا اتعودنا على الجيش.
على مر العصور اتعودنا على الجيش، جمال عبد الناصر وراح حسني مبارك. لا بس لازم برضه هيبقى البلد بتاعنا بتحب الراجل القوي. لا بس الراجل القوي من حديد. لا ما ممكن احنا توسمنا في الرئيس مرسي الخير وادينا له فرصه شهر واتنين، بس انت حضرتك هو دلوقتي بيحكم في عناد. الكلام ده ممكن يبقى اكتر بالنسبه للقلب. لا حضرتك وضح السؤال. لا يا ستي، لا اي حد فاهم الكلام ده غيري. لا فقساني يعني؟ طبعا فقساني. يعني انا مفقوس. انت مفقوس وانت مش مفقوسه؟ لا انا ناديه مش مفقوسه. ايه رايك في اللي بيحصل؟ والله انا اللي بيحصل ده مش عاجبني. احنا عايزين دلوقتي يعني شعب مصر نبقى ايد واحده، نسيبنا بقى من المظاهرات ومن الكلام الفاضي ده وننزل نشوف شغلنا، والناس تبقى ايد واحده وندي الرئيس فرصه. طب ما الناس بتنزل علشان مش لاقيه اماره واحده اللي في حاجه ممكن تورينا. انت شايفه اماره؟ ما حضرتك انت شايفه يعني اماره واحده؟ ما فيش اماره وما فيش حاجه، بس ندي الرئيس فرصه. ما احنا هو واخد البلد يعني ما فيهاش حاجه والفلول. طب هو حد زعله؟ حد قال له حاجه؟ حد قال له ده الاعلام كله يعني ضده. يعني انا مش لاقيه قناه واقفه جنبه. احنا عايزين نقف جنبه. ليه؟ احنا القناه بتاعتنا واقفه جنبه وبنديله فرصه. حضرتك يعني احنا الفرصه بتاعتنا ان احنا نبقى بالنسبه لك انت ممكن ولا لا؟ ايوه ممكن طبعا. طب لو انت هتنزلي تقول 10 ولا هتعملي ايه؟ نعم؟ هتنزلي بالانتخاب ولا تدخل عليها؟ ايوه انا هنزل الانتخابات وهدلب صوتي وكل حاجه. طب يبقى 10 ونقول نعم؟ ممكن؟ ممكن طبعا. ايه اللي ممكن؟ ممكن ان احنا نقف. لو انت داعيه مثلا هتقول ولا لا بصراحه؟ داعيه؟ ولا لا بصراحه؟ ولا لا؟ لا هقول نعم طبعا. هتقول ايه؟ هقول نعم. ولا لا بصراحه؟ ولا لا؟ على ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ استاذ ناجي عبد الحميد عبد المجيد. حضرتك استاذ ناجي؟ ايوه. الاسم كده استاذ ناجي؟ لا انا اسمي ناجي عبد الحميد عبد المجيد، بس انا عشان وكيل وزاره التربيه والتعليم بقول استاذ ناجي عبد الحميد عبد المجيد. يا حبيبي يعني انت دي المهنه. هل انت راضي عن الاحوال؟ ليه؟ لا الاحوال صعبه طبعا، صعبه جدا 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 يعني. الحياه غليت بطريقه رهيبه. الامن طبعا كتر خير وزاره الداخليه قايمه بمجهودات رهيبه، بس للاسف البلطجيه والناس اللي هربت من السجون مبوظه الدنيا. الناس اللي هربت من السجون مبوظه كلهم؟ طبعا كلهم. كل اللي هربوا كلهم طبعا. اي واحد كان في السجن يبقى اكيد غلطان طبعا. اي واحد كان في السجن اكيد غلطان طبعا. اي واحد ايوه كان في السجن وهرب طبعا يبقى اكيد غلطان طبعا. في انسان بيخش السجن من غير ما يكون غلطان؟ مش كده؟ قانون والقضاء بتاعنا ممتاز جدا جدا جدا. القضاء بتاعنا ممتاز جدا طبعا مفيش شك. في ناس خرجت من السجن وبعدين ربنا كرمها وبقت فوق، تابت وبقت كويسه يعني بامانه مع ربنا، ولا فوق كده او انت؟ لا بقت فوق يعني قاعده فوق. ماتت يعني؟ لا ماتت ايه؟ احنا اللي متنا. طلعوا فوق قوي يعني؟ لا يا راجل. بص اقول لحضرتك حاجه، في ناس خرجت من السجن وقعدت فوق. يبقى خرجت يعني. بص اقول لحضرتك حاجه، انت مش واخد بالك ولا؟ لا واخد بالي، فهمتك انا. إيه؟ الحلال حلو قوي قوي قوي. الحلال حلو. اهم حاجه القرش يبقى بالحلال. اهم حاجه القرش بالحلال. وبعدين اللي مش هيراعي ربنا دلوقتي ايوه هيتحاسب في الاخر حساب رهيب. انت فهمت اللي خرجوا من السجن اللي هم ايه؟ الحراميه الكبار. انت اللي قلت؟ انا قلت ايوه الحراميه. قلت الحراميه الكبار اللي خرجوا من السجن؟ في حراميه كبار خرجوا طبعا. وقعدوا فين؟ وقعدوا فوق وقعدوا هيصوا وعملوا وسووا. فوق؟ حضرتك حاجه. ايوه في. الله يا راجل. الله في طبعا. انت فاهم بتقول ايه ولا مش فاهم؟ طبعا فاهم بقول ايه. انت فاهم؟ طبعا. الله يعني انت واعي جدا. طبعا واعي جدا. يعني ناس هربت من السجن وقعدت فوق. ايوه يبقى ايه؟ وناس هربوا بره وناس راحوا ومليارات. حضرتك تعرف المليار ده يعني ايه؟ الواحد لما مسك 1000 جنيه بيعدهم مليون مره. يعني ايه مليار؟ المليار بتاع تقريبا مليون. لا بتاع مليار. انت في مليار يعني مليون يا راجل. مليار معروف. احنا لما الواحد بيمسك 1000 جنيه النهارده بيبقى مخضوض عليهم. انت بتمسك 1000 جنيه؟ صعب جدا طبعا وبخاف عليهم. ده مرتبي على 1000 جنيه. اقول لحضرتك حاجه، انا 36 سنه تربيه وتعليم، مرتبي اخر ما اتخرجت 3000 جنيه. اخر ما خرجت على المعاش. طب يا راجل انت بتمسك اهو 3000 في الشهر. 3000 جنيه في الشهر طبعا. امال ايه في اليوم؟ 3000 جنيه مرتبي في الشهر 3000 جنيه. انا متخيل ان انت بتمسك في الشهر 3000 جنيه.
تقول لي انت بتمسك في اليوم؟ تمسكهم فين؟ مش بتمسكهم في ايدك؟ لا الثلاثه باخدهم في ايدي بس. وبعدين بتعمل بيهم ايه؟ ما بيكفوش. ايه؟ ما بيكفوش. ما يكفوش ايه؟ ما يكفوش مرتب وكيل وزاره. الله، مش انت بتقول الاحوال الحمد لله كويسه؟ كويسه بس الاسعار ولعت بطريقه رهيبه. والناس اللي هربت من السجن عملت ايه؟ خد الفلوس وعاشت بقى وهاصت. عاشت وهاصت. بس عند ربنا في الاخر دول في جهنم الحمراء. اللي هم فين؟ حمراء فين؟ حمراء اللي هم اللي هربوا وشربوا ورده دول وهربوا الفلوس والله انت فاهم بتقول ايه؟ طبعا فاهم. طبعا فاهم. طبعا يعني الناس اللي هربت من السجن وقعدت فوق وسيطرت هيحصل لهم ايه؟ وجهنم وبئس المصير. جهنم. انا ما قلتش حاجه يا جماعه. الراجل لا انا قلت وانا عارف انا بقول ايه. الراجل ده اللي قال. انا قلت قسما بالله انا ما اقصد حاجه يا سياده الريس. لا سياده الرئيس الحالي. امال ايه؟ لا مش هرب من السجن. لا مش ده اللي هرب من السجن. لا مش بتكلم على الناس دي، انا بقول لك على البلطجيه. لا يا ريس هو يقصد بس بعد كده غير كلامه. لا حبيبي. لا غير كلامه يا ريس وانت لا يا حبيبي. اهو. حضرتك اسمك ايه؟ مروه. حضرتك بتشتغلي ايه يا استاذه مروه؟ مدرسه. انت كان في حاجه قلقاكي عاوزه تقولي لي عليها، ايه هي؟ كنت بتكلم على ان احنا كفايه قوي بقى نهدم مؤسساتنا، وطبعا اولهم على راسهم المؤسسه العسكريه، لان فعلا انا حاسه ان انا الضباط في حاله يعني خلاص حاله بقى يعني للصبر حدود زي ما فعلا كاتبين على الصفحه بتاعتهم. واخرها لما اتخطف 7 عساكر مجندين في الجيش بعد طبعا هدم الانفاق اللي هي مكلفاهم في نفقين لسه مهدودين اللي مكلفينهم 6 مليون دولار بيعدوا منها الشاحنات وبتاع. لما الانفاق دي هدمت طبعا كان رد الفعل انهم خطفوا 7 عساكر اللي ما لهمش اي ذنب، ضغط على المؤسسه العسكريه عشان كفايه بقى هد انفاق، لان احنا ايه مش هنسكت لكم يعني. ده بمعنى ده السلفيين الجهاديين هم اللي عايزين كده وعايزين استيلاء على سينا، وتبقى سينا دي خلاص يعني تبقى بتاعه يعني خلاص ياخدوها بقى القاعده ويبقى غزه وخلاص. واحنا بلدنا بقى سياده الرئيس بقول له يعني يا ريت تبقى رئيس لكل المصريين مش بس بتوع غزه. هو دلوقتي اختزل القضيه الفلسطينيه في غزه. هي ايام مبارك انا يعني حتى لو احنا ضد سياسه مبارك بس برضو ما ننساش حته ان الرئيس مبارك كان بيدافع عن فلسطين كلها، غزه والضفه الغربيه. دلوقتي احنا دلوقتي اختزلنا قضيه فلسطين في غزه عشان اسرائيل تنعم ببقيه ايه؟ ببقيه فلسطين. بص انا 36 سنه بقول لحضرتك تربيه وتعليم، اقسم برب العزه عمري ما خدت مليم حرام، عمري. وكان بيتعرض عليا انا ما خدتش ولا مليم حرام بذمتك؟ انا بقول لحضرتك حاجه، ما خدتش ولا مليم حرام عمري. اهو ده اللي خلاك في الحاله اللي هقول لحضرتك كلمه صغننه جدا. انا بطلع رئيس لجنه الثانويه عامه 20 مره دور اول ودور ثاني. دور اول طنطا 3 مرات، ده 3 مرات، طبعا 3 مرات كان بيتعرض عليا بال 70 80,000. انت عارف اللجان ساعات بتتباع. يعني انت ما خدتش ولا مليم حلال؟ عمري لا ما خدتش ولا مليم ايه؟ حلال. لا انا خدت حلال، كل فلوسي حلال. انا كل فلوسي حلال الحمد لله. واخد بالك؟ بس الحلال حلو. انت راجل محترم وعيب تقول على نفسك كده. لا انا بقول لك انا بشرح لك انت بتشرح ايه؟ انا بشرح لك. انت واضح انك محترم. ليه بتقول انت ما خدتش ولا مليم حرام؟ مش عيب؟ الحمد لله. لا مش عيب يا حبيبي، لان في ناس كتير بتقبل الحرام. ليه انت ناس كتير جدا بتقبل الحلال. لا وناس كتير بتقبل الحرام. وناس بتحمر. انت حرام ولا حلال؟ انا حلال. يعني الجيش بتاعنا ممتاز جدا، القضاء ممتاز جدا، وياسا والاخوان المسلمين كلنا ممتازين جدا وحلوين جدا جدا. بس نحب بعض، يبقى نراعي ضميرنا مع ربنا، واحنا نديله فرصه بقى، ونديلهم فرصه. والاخوان جاي وان شاء الله جوز الحمام هيبقى 3 فرد، صح؟ لا هي ممكن العمليه تبقى بس على اساس ايه؟ ان ما هو ولا هنعمل ايه؟ هل ده يتواكب مع التوكيد النفسي ولا لا؟ بصراحه ايه التوكيد النفسي؟ التوكيد يعني اللي بيحصل ده يتواكب مع التوكيد ولا لا؟ ويؤدي ولا لا؟ لا ده ولا ده؟ لا بقول لحضرتك ايه؟ لا انا مش فاهمه سؤالك. يعني احنا فاهمين حاجه لا بتحصل. يعني انت فاهمه من اللي بيحصل في البلد لما جايه مش فاهماني؟ معلش. شوفونيها نيها. انت عايز البوظان اللي حصل في 30 سنه يتحل في سنتين؟ محدش قال يتحل. برضه تسمح يعني حبه ناجي عبد الحميد يا استاذ ناجي، حد قال لك حل؟ انا عايز اماره بس يا عم ناجي. حبه اماره انت عارف لو كل حاجه بالشفافيه ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا الريس الوضع كذا في نقطه برضه واستحملوا معانا. ايوه وخلونا جنبي. لكن هو يعني والتمكين في المفاصل الدوله عجبك؟ لا مش عجباك؟ لا 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 ما ينفعش. يبقى انت تقصد من الاول ان هو اللي فوق اللي انا قلت عليه. لا ما اقصدش. لا مش مش في الاول قالوا مغالبه لا مشاركه. هم قالوا ايه؟
العداله وحريه وعيش ولقم وكل حاجه. حصل يا لا ما حصل يا استاذ خليل. لا ناجي عبد الحميد. استاذ ناجي. لا ما حصلش. حصل يا استاذ ناجي؟ ما حصلش. بس اقول لحضرتك حاجه بسيطه معلش. احنا سمعنا 30 سنه ساكتين وجينا على سنتين بنتكلم كل الكلام. ما احنا مش عايزين نسكت بقى. اديهم فرصه يا استاذ فهمي، لازم تبقى فاهم حاجه. ناجي عبد الحميد يا استاذ فهمي. ناجي عبد الحميد. ناجي عبد الحميد. تعرف حكايه التمرد دي اللي حصلت؟ سمعت عن عمل حمله تمرد. ليه؟ حمله تمرد معترضين وسحب الثقه ومعترضين على الرئيس ليه بقى معترضين؟ عشان اقول لك حاجه، في حاجات كتير. علشان في عقد حصل بين الرئيس وبين الشعب ما تنفذش. كويس. هو حسني مبارك لما مشي يا عم انا ده كلمه صغيره. وانت كل مره تقول حسني مبارك وانا مره تقول حسني مبارك. بص يا استاذ سيد، حسني مبارك اسمي ناجي عبد الحميد. هل الرئيس بيتبع في هذا الاسلوب الرئاسه الديموجوجيه ولا يتبع ايه؟ الديموجوجيه. يعني ايه الديموجوجيه؟ يعني ايه الديموجوجيه؟ الديموجوجيه يعني ايه؟ ولا بيتبع الديجماتيه؟ ولا هتلاقيه في الاخر ممكن خيالك يسطح وتقول لا ده هو بيتبع الشيفونيه. يعني ايه الديموجوجيه؟ انا بقالي وكيل وزاره 36 سنه ما سمعتش الكلمه دي في حياتي. ثانيه واحده كده، كانت معايا الورقه الوقت الراجل. معناها ايه؟ يقول لي معناها بالعربي ايه الكلمه دي؟ ثانيه واحده بس. ثانيه واحده. معاك الورقه بتاعتي اللي انا كانت معايا. هات الورقه بتاعتي يا عم اللي معاك. فين الورقه؟ الورقه اللي كان معاك فين الورقه يا جدعان؟ لا بص اقول لك على حاجه، هقول لك كان الاستاذ قال لي دي معنى الكلمه دي سياسه قهر الشعوب. معنى الكلمه دي الاستاذ قال لي ان هي معناها سياسه قهر الشعوب. سياسه قهر الشعوب. الشعب المصري لا يقهر بدليل صغير قوي انه بعد 30 سنه السيفونيه. بعد 30 سنه. عارف يعني ايه سيفونيه؟ لا برضه ما اسمع معايا. وانا كمان مش عارف. احنا عايزين حد يا جماعه يعرفنا الموضوع ده. والبيئه اللي معناها بذمتك ده مش بيفكرنا ايام الدوله الفاطميه لما جاء المستنصر ابن خلف الذؤابي، نفس اللي بيحصل وانتصر الشعب في الاخر. الشعب المصري. عارف انت المستنصر ابن خلف الذؤابي ولا لا؟ بصفتك راجل. لا الذؤابي. لا اللي هو اصل انا لا معرفه الذؤابي. ما هو لما انتصر. بس اقول لك على حاجه، انا هرد على كلامك بطريقه. بص يا استاذ ابراهيم، لما انتصر. اسمي ناجي استاذ ايه؟ ناجي عبد الحميد. استاذ ناجي. بص يا استاذ ناجي، الاستاذ ابن خلف الذؤابي لما انتصر الذؤاب في الجو بداوا يعملوا المبيد الحسن الحقيقي بعد الذؤاب. لا الكلام ده اللي انت بتقوله ده غلط. ليه؟ مفيش حد. لا مفيش حد اسمه كده. انت بقى ايه رايك؟ انا هقول لك. قول لي. انا مش شايف اي قناه وكل وسائل الاعلام ما بتركزش غير على السواد بس. وده ما انت عارف السواد ده بيعجل من ممكن يجيب لك البياض. سواد ايه اللي يجيب بياض؟ في سواد يجيب بياض؟ يا استاذ الفاضل، في حاجات منيره المفروض يتم الضوء عليها، يسلط الضوء عليها. ايوه الحاجات دي. هقول لسعادتك على حاجه. انا راجل محامي. انت راجل ما اعرفش اي حاجه غير في مهنتي. فانا اقدر اقول لك ان في حاجات مضيئه في مهنتي. ليه ما تاخدش كاميرتك وتروح هناك تقول يا اخوانا ده في تطوير في الحته الفلانيه؟ طب ما لو في تطوير في الحته الفلانيه ليه الحته الفلانيه ما اتقالتش للحته الثانيه اللي مش فلانيه؟ روح لها انت. روح لها انت يا استاذ. ليه الحته الفلانيه دي كاميرا؟ انت اللي معاك الكاميرا، روح انت الحته دي وشوف سلط عليها الضوء وخلي الناس كلها تشوفها. انا بروح اسلط الضوء الاقي الضوء مقطوع. ما انت ما رحتش اصلا. مين اللي قطع النور؟ انت لو رحت مين اللي قطع النور؟ انت لو رحت كنت هتنور هناك. انت منور الدنيا. انت نورك ده. انا عايزك انت تحس ان بلدنا دي لازم تلمسهم من الجو على الجليد، من غيرك يبقى هنهصر عليها. يا استاذ انا مش فاهم انت بتقول ايه اصلا. يعني انت فاهم احنا ايه اللي بيحصل في البلد؟ يا عم صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني انت فاهم ايه اللي بيحصل؟ انا فاهم، انت اللي مش فاهم. يا عم روح بيت انت عامل. يا عم روح بقى، انا مش فاهم منك حاجه. يا عم روح بيت انا مش فاهم منك حاجه وانت عامل ايه بيت؟ قول بابا جاب لي حصانه تمشكحبه، اذا ما تمشكحتبوش مين يتمشكحبه؟ قولها دي عشان ايه نختم. قولها لي مره ثانيه. بابا جاب لي حصانه تمشكحبه، اذا ما تمشكحتبوش مين يتمشكحبه؟ بابا جاب لي حصانه تمشكحبه، اذا ما تمشكحش بيه مين يتمشكحبه؟ لا قول بابا جاب لي حصانه تمشكحبه، اذا ما تمشكحتبوش مين يتمشكحبه؟ قولها كده. بابا جاب لي حصانه تمشكحبه، اذا ما تمشكحش بيه مين يتمشكحبه؟ لا اذا ما تمشكحتبوش مين يتمشكحبه؟ قولها كده. بابا جاب لي حصانه تمشكحبه، اذا ما تمشكحتش بيه مين يتمشكحبه؟ لا بص يا باشا. حتى في عز الصعب يهزر والضحكه ما بتفارقوش، ولا هم ولا حاجه تأثر.